واحدة من أكتر الأسئلة اللي بنسمعها في العيادة: أنا عندي الذئبة الحمراء، هل ينفع أحمل؟ الإجابة باختصار: أيوة، معظم اللي بيعانوا من الذئبة يقدروا يحملوا ويولدوا أطفال بصحة جيدة جدا، لكن الحمل في حالات الذئبة لازم يكون متخطط له تحت متابعة دقيقة. طيب ليه بنعتبر الحمل في حالة الذئبة حمل عالي الخطورة شوية؟ لأن مرض الذئبة الحمراء مرض مناعي ممكن يأثر على أعضاء مختلفة في الجسم زي الكلى أو القلب أو الرئة أو الأوعية الدموية، ولو المرض كان نشط وقت الحمل ده ممكن يزود فرص حدوث ارتفاع ضغط الحمل، وممكن يحصل للأم تسمم حمل، ده غير الولادة المبكرة وضعف نمو الجنين، وأحيانا للأسف الإجهاض المتكرر. عشان كده أهم نصيحة لأي مريضة ذئبة تفكر في الحمل: ما تحاوليش تحملي وقت نشاط المرض، الأفضل إن المرض يكون مستقر لمدة لا تقل عن 6 شهور قبل الحمل، وده لأن الدراسات بتوضح إن استقرار المرض قبل الحمل بيقلل بشكل كبير المضاعفات للأم والجنين. كمان نقطة مهمة جدا وهي الأدوية، في أدوية آمنة أثناء الحمل وفي أدوية لازم تتوقف قبل الحمل بفترة لأنها ممكن تضر بالجنين، وده معناه إن ممنوع توقيف العلاج من نفسه، وممنوع التخطيط للحمل بدون مراجعة دكتور الروماتيزم، لأن أحيانا وقف العلاج فجأة ممكن يسبب نشاط شديد للمرض، وده أخطر من العلاج نفسه. في تحاليل مهمة جدا بنطلبها قبل الحمل أو في بدايته زي وظائف الكلى ونسبة البروتين في البول والأجسام المضادة الخاصة بالذئبة وتحاليل التجلط والمناعة، لأن بعض الأجسام المضادة ممكن تزود فرص الجلطات أو الإجهاض المتكرر. ساعتها بنحتاج خطة علاج مختلفة أثناء الحمل. الذئبة الحمراء لا تمنع الحمل، لكن الحمل لازم يكون في وقت استقرار المرض مع متابعة منتظمة وتحت إشراف دكتور الروماتيزم والنساء. مع التخطيط الصح فرص الحمل الآمن بتكون عالية جدا. ما تنسيش تبعت الفيديو لصاحبتك اللي عندها الذئبة وبتفكر في الحمل.